من الفقالة والبجاحة كده غريب قوي. يعني الموقف ده حقيقي انا ما فهمتوش. يعني احنا ما اديناش السفينة الاسرائيلية غاز مسال، ولكن السفينة اتجهت الى الجزائر وادوها طلبها بالكامل. تفسير حضرتك ايه للموقف ده؟ مذيعة غير مصدقة ما قامت به الجزائر، حيث استقبلت سفينة إسرائيلية وقامت بتزويدها بكل احتياجاتها من الغاز والنفط، وتسأل ضيفها وباستغراب شديد ازدواجية الخطاب لدى المسؤولين الجزائريين، حيث يتبججون بدفاعهم عن الفلسطينيين في الوقت الذي نرى الواقع يقول غير ذلك. نستمع إلى هذا الحوار. اتفضل. هو يعني الخبر ده فعلا يعني شديد الغرابة، وتناقلته وسائل الإعلام. الجزائر معروف عنها موقفها المعادي والمعاند والمخاصم للصهاينة ولإسرائيل. فالخبر ده خبر غريب جدا. يعني أنا في تحليل السياسة إزاي يعني إنه يتم السماح ليها بأنها تاخد يعني بغيتها واحتياجاتها من الغاز بدل من مصر وفق الاتفاقات تروح الجزائر. هل هيدفعوا بانه هذه الاخبار غير دقيقه؟ هيقولوا لا الاعلام مش دقيق في نقل هذه الاخبار. اكثر من وسيله اعلام نقلت الخبر ده. طب هل هيقولوا مثلا ده يعني شركات خاصه واحنا ليس لنا يعني ليس لنا طائل او يد على القطاع الخاص؟ اتصور لا. يعني انا مش عارف يعني التبرير هيبقى ايه؟ هل التبرير يعني هتبقى باي شكل؟ لانه الموقف المعلن ان في مخاصمه ما بين اسرائيل وما بين الجزائر، وان الجزائر معاديه جدا، اشد ما يكون العداء بينها وبين اسرائيل. ده مواقفها المعروفه. هل في تطبيع تحت الترابيزه؟ هل في تطبيع خفي مستتر مش معلن؟ يعني التطبيع هيبقى بين اسرائيل والمغرب هو اللي معلن، وبين والاتفاقات اللي شفناها بين السودان والامارات والبحرين واسرائيل هو اللي معلن، وفي دول ثانيه ليها علاقات سريه غير معلنه، ويطلع المفاجاه ان هي الجزائر. يعني انا دي حاجه غريبه جدا وعجيبه. بالفعل انت بتقولي ان انا اشرح، انا مش عارف اشرح. حاجه غريبه جدا. الجزائر معروف عنها ذلك الخصام والعداء وقطع العلاقات مع اسرائيل. ايوه. فهل ايوه صح. ايوه. لا كمل حضرتك. انا يعني اصل انا مستغربه زيك بالظبط. انا ما فهمتش برضه. يعني المواقف اللي بياخدوها مواقف باينه وعدائيه، وشايفين ان الصهاينه وازاي واحنا نحرر، واحنا مواقفهم دايما يعني جامده جدا. فان فجاه كده نلاقي ان الغاز راح، موقف غريب، يعني موقف مش مفهوم كمان. يعني هل يقولوا ايه؟ هيقولوا المصالح والاعتبارات الاقتصاديه. طب المصالح والاعتبارات الاقتصاديه ماشي ليها اولويه، بس مش في مواقف زي كده. الموقف ده انت في عداء وخصام مع اسرائيل، في دلوقتي حرب، في المفروض ان اقل حاجه تعملها الضغط على اسرائيل وعدم امدادهم بالغاز وعدم تقديم التسهيلات. وعدم تقديم النفط. ما احنا عندنا احنا هنضحك على بعض. لا ما هم ما شاء الله عندهم كم من الفقالة والبجاحة كده غريب قوي.